اخوانا العرب ما تأخروش، بس طريقتهم هم مش على بالهم مرتاحين. ولما اقول له عندي احتياطي 15 يوم يقول لك طب ما فيهاش حاجه يعني. في مسجد الرفاعي، المسجد الجزء الاكبر فيه للقبور، ومش اي قبور، دي قبور للاسره المالكه وكمان شاه ايران. في المكان ده مدفون شاه ايران، واللي ابوه كان مدفون هنا في البدايه، لكن قرر الشاه نقل والده من هنا وبعدها يدفن هو ذات نفسه هنا، بعد ما حصلت ثوره في ايران اجبرته انه يتركها ويترك اكتر من دوله عشان يستقبله الرئيس السادات في مصر، واللي خصص له قصر القبه كمقر لاقامته. وده لان الشاه كان بيربطه بالسادات علاقات جيده، خاصه بعد موقفه مع مصر وقت حرب 73 وامدادنا بالبترول، علشان يتوفى بعدها في مصر ويدفن هنا في نفس المكان اللي كان فيه والده، واللي لو كان سابه كان زمانه مدفون معاه. اخوانا العرب ما تأخروش، بس طريقتهم هم مش على